السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ لاول مره كيشوفني انا سلمى، واليوم غنعطيكم احسن طريقه باش تراجعوا الاس في تي. وهاد الطريقه هذه سبق وبارطاجيتها معكم، وبزاف ديال الناس قالوا لي بلي جابوا بها نقاط واعره، وان شاء الله حتى نتوما تقدروا تجيبوا 18 19 20 بسهوله الا تبعتوا ان شاء الله الطريقه هذه. وبسم الله نبداو. وانتم تتبعوا معايا مزيان. بالنسبه لهذا الفيديو هذا يكونوا كيتفرجوا فيه جوج ديال الاصناف. الصنف الاول هو اللي عنده الفرض مثلا غدا ولا هاد السيمانه الجايه ولا السيمانه اللي من بعد، يعني الفرض قريب وبغى يعرف كيفاش يراجع. الصنف الاخر هو اللي بغى يعرف كيفاش يراجع ولكن مازال ليه الفرض بعيد شي شويه، مازال يلاه كيديروا الدروس. فجوج خطوات الاولى اللي غنهضر لكم عليهم خاصه بالناس اللي مازال دابا يلاه كيديروا الدروس، وباقي الخطوات اللي غنهضر لكم عليهم خاصه بالجامع، خاصه بالناس اللي يلاه كيديروا الدروس، وخاصه حتى بالناس اللي عندهم الفرض غدا ولا بعد غدا ولا السيمانه الجايه بالجامع. اول خطوه غنهضر لكم عليها وهي راجع الدرس ديالك قبل ما تمشي للقسم، ولو المده ديال 20 دقيقه ربع ساعه، ولو تشوف غير فيديو واحد المده ديال 20 دقيقه ولا ربع ساعه، وما تمشيش للقسم بلا ما تكون راجعتي داك الدرس اللي عندك الغد ليه. اولا مثلا عندي واحد الدرس مكتوب نقلب عليه في جوجل مثلا ونقراه غير بعينيه، ماشي ضروري نركز في كاع داكشي اللي فيه، المهم غير نقراه واخا غير بالزربه. ثاني خطوه فاش نمشي للقسم نكمل داكشي اللي درت في الدار، نحاول نتبع شويه مع الاستاذ، نستافد غير واحد 5% اللي قديت. خطوات ما تخيلوش شحال داروا لي الفرق وخلاوني نشوف نقاط زوينه في الاس في تي. وندوزو دابا المهم، الفرض قريب سوا غدا السيمانه الجايه اللي من بعدها وسط السيمانه، كيفاش نراجع الاس في تي وكيفاش نعاودها من الاول. سواء كنتي ديجا درتي جوج نقاط اللي هضرنا عليهم في الاول، سواء كنتي يلاه غتبداها من الاول، هادشي خاص بك. اول نقطه غنهضر عليها وهي القراءه بتركيز لفهم الدرس. وهنا عندنا ثلاثه ديال المستويات ديال القراءه: القراءه الاولى، القراءه الثانيه، القراءه الثالثه. بالنسبه للقراءه الاولى غنشد الدرس اللي عطاه لينا الاستاذ ولا اللي كتبناه في القسم، وغادي نبدا نقراه هكا غير بعينيه، نحاول نفهم. لا قديت نفهم شي حاجه، ما قديتش ماشي مشكل. سالينا القراءه الاولى، دابا غندوزو للمرحله الثانيه من القراءه وغنجيبو هايلايتر بحال هذا، وغادي نبداو نحاولوا ما امكن نقراو هاد المره وبتركيز اكثر، ونلونوا كاع داكشي المهم، سواء اللي يهضر عليه الاستاذ في القسم، سواء اللي بان لي انا مهم، المفاهيم الاساسيه، داكشي اللي سمعتو بزاف في القسم الاستاذ كيهضر عليه. اي حاجه بانت لي مهمه نحاول ندير ليها الهايلايتر. بطبيعه الحال اللي دار جوج نقاط الاولى اللي هضرنا عليهم راه اكيد غيجيك هادشي ساهل وبزاف، غادي تقدر تعرف شنو المهم وشنو اللي ماشي مهم، وحتى الا ما كنتيش درتيهم ماشي مشكل، واخا هكا غتجيب مزيان. باش نلخصوا، درنا دابا القراءه الاولى، زدنا تبعناها بالقراءه الثانيه. دابا شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي وغنشد فيديو في يوتيوب وغنحاول ما امكن نفهم الدرس. انا كتبت سميه ديال الدرس، سواء الا كنتي ما كتفهمش الفرنسي، يعني كيجيك داك الاس في تي صعيبه، دير الدرس هو الاول بالعربيه، فهمو عاد عاودو بالفرنسي، قلب على الدرس عاوتاني بالفرنسي وزيد فهم اكثر. كنتي كتفهم فرنسي صافي دير الدرس ديالك نيشان بالفرنسي، وديجا راه كيشرحوا، يعني الاغلبيه كيشرحوا بالدارجه. في هذه النقطه هذه كما قلت لكم غادي تشدوا فيديو تحاولوا ما امكن تفهموا مزيان النقاط اللي كيهضر عليهم، وتحاولوا تفهموا اي حاجه في الدرس، لان الاس في تي راه ماده ديال الفهم ثم واحد شويه ديال الحفظ، ماشي ماده ديال الحفظ فقط ابدا، هي ماده ديال الفهم. هي الاولى خصني نفهم، عاد كيبقاو دوك المفاهيم الاساسيه وداكشي كنحفظهم من بعد. نعاود عاوتاني، درنا القراءه الاولى، درنا القراءه الثانيه، دزنا شفنا واحد الفيديو في يوتيوب ولا جوج ولا المهم حتى فهمنا مزيان. الخطوه اللي من بعد هي اننا نقراو الدرس للمره الثالثه. هذاك الدرس اللي نيت درنا ليه القراءه الاولى ودرنا ليه القراءه الثانيه، هاد المره غنعاودو نديرو ليه القراءه الثالثه، وهاد المره غادي نقراوها يعني عادي، وغتلقى راسك انك فهمتي وشحال من حاجه استفدتيها. ندوزو للخطوه المواليه وهي مرحله الحفظ. دابا ملي فهمت شويه الدرس الحمد لله مزيان، دابا غندوز للمرحله ديال الحفظ. غنحفظ التعاريف، غادي نحفظ المفاهيم الاساسيه، القوانين اللي كاينين في الدرس، المهم اي حاجه خصها تحفظ غندوز دابا باش نحفظ. ندوزو دابا لاخر خطوه وهي التمارين، الفروض والامتحانات، باش نفهموا داكشي اللي ما قدرناش اننا نفهموه مثلا جانا صعيب، وباش نعرفوا الطرق ديال الاجابه على الامتحانات، فروض، تمارين، لان فقط الدرس راه لا يكفي، خصنا ضروري التمارين داكشي باش نعرفوا كيفاش نقدروا نجاوبوا على كل تمرين وكيفاش نحلوا كل تمرين. باش مثلا فاش يقول لك وصف لي شي ظاهره ولا شي تجربه ولا شي حاجه تعرف كيفاش توصفها، يقول لك شنو المغزى منها، تكون ديجا ربطتي ما بين داكشي اللي قريتي في القسم وما بين داكشي اللي كاين في التمرين، وتعطيه شنو استفدتي ولا شنو المغزى من هذه التجربه هذه. يعني
في التمارين غادي تعرف كاع هادشي هذا. وهنا اول حاجه نبدا بالتمارين. نقدر نبدا بالتمارين ديال اليوتيوب، مثلا نقلب على دي زيكزارسيس داك الدرس اللي درت ونشوف ليه يعني تمارين ونشوفهم هكا في فيديو، نخدمهم ونشوف الاستاذ اللي داير الفيديو كيفاش غادي يصححهم. هذه هي الاولى باش نزيد نفهم عاوتاني اكثر ونعرف كيفاش نجاوب. عاد ندوز مثلا التمارين ديال القسم اللي درناهم في القسم اولا العكس. وملي درنا التمارين ديال القسم وديال اليوتيوب دابا عاد نقدر ندوز للتمارين ديال جوجل، واللي ديجا تقدر تلقى منهم بعض التمارين اللي ديجا خدمتيهم سواء في يوتيوب سواء في القسم. وراه كاينين بزاف ديال المواقع اللي كيديروا التمارين والفروض والامتحانات، بحال مثلا الموقع ديال الو سكول. هذا الموقع راه بزاف ديال الاساتذه كياخذوا منه لانه فيه تمارين زوينه، وبعض المرات واخا كيكونوا بلا حل ولكن تقدر تلقى الحل ديالهم مثلا في يوتيوب ولا المهم غير الا خدمتيهم راه مزيان. تمشي للقسم ولا تمشي للفرض راه تلقى داكشي ديجا راه خدمتيه بعدا فكرتي فيه على الاقل. وكنت غنسى لكم القنوات، المهم نخلي لكم هنايا بعض القنوات اللي حتى هما تقدروا تعتمدوا عليهم في المرحله ديال الفهم ديال الدرس ولا التمارين، نخليهم لكم هنايا بالنسبه لجميع المستويات. وكيف العاده اللي وصل حتى لهنا يكتب 666 باش نعرف الناس اللي كيقدروا يوصلوا حتى لهاد الدقيقه هذه. وصافي هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، وكانت هذه احسن طريقه اللي اكتشفتها واللي كنت كنجيب بها نقاط زوينه، وكنتمنى حتى نتوما تطبقوها. وهادشي اللي كان في الفيديو هذا، كنتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامه، نتلاقاو في الفيديو الجاي. ما تنساوش صلاتكم.